جريمة التزوير. هنتكلم النهاردة في معلومة قانونية عن جريمة التزوير. في فرق بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية. التزوير في معناه هو تغيير الحقيقة لمنفعة أو إضرار بالآخرين، يعني سواء كان التغيير بالتزوير كلي للمستند أو في جزء منه بالتعديل أو بالإضافة أو بالكشف. يبقى التزوير في المحررات الرسمية دي جناية عقوبتها تصل إلى 10 سنوات. بمعنى إيه؟ التزوير بقى في المحررات الرسمية زي البطاقة، زي أوراق الشهر العقاري، زي أي مستندات عليها أختام رسمية، طالما ضفنا ليها كانت ليها صفة الرسمية وتم التزوير بيها أو تم استخدامها من أجل منفعة أو من أجل تغيير الحقيقة أو من أجل الاستفادة بشيء وتم استخدامها أو أدت إلى ضرر للآخرين، ده تزوير جناية عقوبته تصل إلى 10 سنوات. أما التزوير في المحررات العرفية زي عقد بيع بين أشخاص، زي إيصال أمانة، المهم أن هذه الورقة عرفية بالتزوير لتغيير الحقيقة للاستفادة أو الإضرار بالغير أو جعل واقعة غير صحيحة في شكل واقعة صحيحة، عقوبتها تصل إلى 3 سنوات. فده فرق ما بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية. ودي كانت المعلومة القانونية اللي احنا حابين نضيفها في هذا الفيديو، وشكرا.